بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة سلام. ما زلنا نتابع السيرة النبوية الطاهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد وصلنا مع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، وشرحنا الموقع الجغرافي للمدينة المنورة وما يحدها من الشمال والجنوب والشرق والغرب، وأيضا تحدثنا عن سكانها حين مجيئه صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أن الناقة كانت مأمورة بأمر الله عز وجل حتى وصلت منتصف المدينة المنورة، ويعتبر الآن مركزا استراتيجيا. وهنا بنى صلى الله عليه وآله وسلم مسجده، وهو أول عمل قام به صلى الله عليه وآله وسلم، وسندخل في تفاصيل هذا البناء مع رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. لما بركت الناقة في موقع هنية، ثم قامت وذهبت إلى موقع آخر، ثم رجعت إلى الموقع الذي بركت فيه المرة الأولى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: هنا المنزل إن شاء الله. ثم سارع أبو أيوب الأنصاري وأخذ رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجه به إلى بيته، وفاز بضيافة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأرض وهم من الخزرج، وسأل عن الأرض من صاحبها، فأخبروه أنها ليتيمين سهل وسهيل أبناء العفراء، وهم من الخزرج، وقالوا: نهبها لك يا رسول الله. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأخذها منهم شراء، فاشتراها صلى الله عليه وسلم ب10 دنانير. وكانت في الأرض بعض القبور ومربدا يجفف فيها التمور وبعض المستنقعات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الأرض ونقل ونبش القبور ونقلها إلى مكان آخر. وبدأ الصحابة يعملون في تنظيف الأرض وتسويتها تماما، ثم خط لهم النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا لرسم المسجد وكيف سيكون جهته، فجعل من جهة الشمال والجنوب 70 ذراعا، ومن جهة الشرق والغرب 60 ذراعا. والذراع هو نصف متر تقريبا، أي يعني أن المسجد النبوي كانت مساحته في بداية الأمر 30 مترا شمالا وجنوبا، و15 مترا شرقا وغربا. وجعل قبلته باتجاه بيت المقدس، وهي القبلة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم من مكة، وكان يصلي طيلة 12 سنة وأكثر باتجاه بيت المقدس في مكة المكرمة. وهو ها هنا أيضا مشاهدي الأكارم يجعل القبلة باتجاه بيت المقدس. فقام الصحابة بحفر عمق مقداره 3 أذرع، يعني 1.5 متر، وأسسوه بالحجارة، ثم ارتفعوا الجدار من على مستوى سطح الأرض إلى فوق 5 أذرع،
بمعنى مترين ونصف، مترين ونصف، لم يكن سقفه مرتفعا جدا، وإنما كان بهذا الحدود حوالي مترين ونصف، 5 أذرع. ما جعلوا نهاية الجدار من الحجارة واللبن، اللبن الذي هو الطين، وجعلوا سقف المسجد النبوي. طبعا في بداية الأمر لم يكن المسجد مسقوفا، فلما اشتد بهم الحر سقفوه، وجعلوا للمسجد النبوي 3 أبواب، الباب الأول من جهة الشرقية، والباب الثاني من الجهة الغربية، والباب الثالث من الجهة الجنوبية. ولم يجعلوا بابا من الجهة الشمالية، لأن الباب من الجهة الشمالية كان متجها باتجاه بيت المقدس. ثم كما قلت لكم لما اشتد الحر أتوا بأعمدة من جذوع النخل وسعف النخيل، وجعلوا 3 صفوف، أي 3 أعمدة، وجعلوا ما بين كل عمود 5 أذرع، وبهذا كانت 3 صفوف هذه هي التي كانوا يصلون فيها الصحابة رضوان الله عليهم. وغطوا هذه الجذوع، كانت عددها تقريبا 7 جذع، كل جذع منها يبعد عن الآخر 5 أذرع، وجعلوا فوق الأذرع، فوق الجذوع، جريد من سعف النخيل، مجموعة من جريد سعف النخيل، ثم وضعوا فوق الجريد الطين الذي هو اللبن، وغطوا بهذا المسجد النبوي الشريف. واستمر هكذا إلى عام السنة الثانية في شهر رجب، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتضايق من قول اليهود أن لم نكن نحن على الحق لم تكن قبلتكم إلينا، إلى بيت المقدس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصيبه الهم والغم، كما وصفت الآية الكريمة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. كانت هذه الآية الكريمة نزلت في 15 من شهر رجب في السنة الثانية من الهجرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية إلى الكعبة المشرفة، وبقيت هي قبلة المسلمين الأولى إلى يومنا هذا. نقل النبي صلى الله عليه وسلم صفين مع سقفهما إلى الجهة الجنوبية، وترك صفا واحدا وسقفا واحدا لأهل الصفة. وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين الذين هاجروا من بلدانهم إلى المدينة المنورة، وكانوا تحت ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف، وكانوا طلاب يدرسون على رسول الله صلى الله عليه وسلم العلوم الشرعية. ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أكبر حافظ لكتاب الله، حيث حفظ أكثر من 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وملئ علما وفهما وخبرة رضي الله عنه وأرضاه، رغم أنه أسلم في السنة 7 من الهجرة، ومع ذلك هو أكثر من نقل هذا العلم العظيم عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هؤلاء أيضا عبد الله بن مسعود ابن أم معبد، المعروف بأنه من خيار الصحابة ومن قرائها ومن علمائها الأفاضل. ومنهم أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنهم هؤلاء الصحابة كان يتجاوز عددهم من 40 إلى 70، وقد كانوا كلهم فقراء. ثم ما مضت
بعض السنون أو بعض السنين حتى أصبح كل واحد منهم إما حاكما في مصر من أمصار المسلمين أو قاضيا في مكان، فرفعهم الله تبارك وتعالى بعد صبر قليل دامت عليهم. أهل الصفة من خيار الصحابة، وقد كتب فيهم العلماء، وأحسب أن أفضل من كتب أهل الصفة الشيخ الفاضل العلامة أكرم ضياء العمري. وبهذا بقيت هذه المنطقة صفة بمعنى ظلة كانوا يستظلون بها الصحابة رضوان الله عليهم كما قلت لكم. ثم كان قد بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرتا عائشة وسودة في بداية بنائه لمسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وهما الزوجتان اللتان هاجرتا معه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، ولم يكن قد تزوج بعد، وكلما أحدث امرأة بنى لها حجرة بجوار مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. وسوف نطلع على بعض الصور هنا حتى يمكننا أن نشرح لكم أين كانت حجرات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا لما أغلق باب من الجهة الشمالية عفوا من الجهة الجنوبية ثم فتح بابا من الجهة الشمالية، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته مباشرا إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، لأن الحجرتين بناهما صلى الله عليه وسلم في الجهة الجنوبية، ولم يكن يعلم أن هذه المنطقة ستكون جهة القبلة، والله عز وجل يفعل ما يشاء، فيصعب نقل البيتين إلى الجهة الشمالية، فبقيت الحجرتان مثبتتان في الجهة الجنوبية. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته باتجاه منبره، فيقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا الموقع الذي بركت فيه الناقة وحدده الله عز وجل هو موقع محدد مسبقا من الرب سبحانه وتعالى. ومعنى روضة من رياض الجنة أي أن هذه البقعة هي نزلت من الجنة، أو أن هذه البقعة ستكون في الجنة، هكذا قال أهل العلم. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذه المنطقة وهذه البقعة هي جزء من الجنة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة أي هي جزء من الجنة، وسوف تكون بلا شك في الجنة. وتعلمون أن من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب له أفضل من 1000 صلاة، كما صح ذلك على لسان الطاهر صلى الله عليه وسلم عندما قال: صلاة في مسجد هذا بأفضل مما سواه، صلاة في مسجد هذا ب1000 صلاة أو خير من 1000 صلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن صلى في الروضة الشريفة بلا شك أنه قد حاز فضلا أكبر، وإلا لم يكن لهذه الروضة الشريفة ميزة عن بقية بقاع المسجد النبوي الطاهر. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا الحديث العظيم ما بين بيتي ومنبري هو الحديث الصحيح، أما حديث ما بين قبري ومنبري ليس بصحيح. الصحيح كما قال أهل العلم والفضل: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صلاة فيها ودعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيا أخي المسلم،
إذا أكرمك الله بزيارة المسجد النبوي الشريف فلا تحرم نفسك أن تصلي في هذه البقعة الشريفة، لعلك تكون من أهل الجنة، فتكون قد دخلت الجنة قبل أن تموت وقبل أن تبعث. هكذا بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجده، وكان المسجد في ذلك الوقت هو الجامعة الكبرى، وهو مقر الاجتماعات، وهو مقر للتخطيط، وهو مكان الانطلاق إلى الغزوات والقتال في سبيل الله، وهو مكان الصلح، وهو مكان القضاء، وهو مركز الدولة الإسلامية. هكذا كان المسجد النبوي الشريف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي غالب وقته فيه معلما وموجها وقاضيا ومفتيا صلى الله عليه وآله وسلم، بل وكان يستقبل فيه الوفود. فإذا حضر الوفود، وكان غالب ذلك في السنة 9 من الهجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم. وفي هذا المكان بال الأعرابي في زاوية من زوايا المسجد، وكاد الصحابة أن يقتلوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله فيؤذى، فتركوه حتى قضى بوله. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا المكان لإقام ذكر الله وليس لهذه الأبوال، أعزكم الله وأكرمكم. فقال مقولته المشهورة: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. هكذا كسبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق العظيم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فسكب في زاوية من زوايا المسجد. وهذا يدلك أيضا أن المسجد لم يكن مفروشا ببساط من السجاد الفاخر التركي أو الإيراني أو الأسباني، وإنما كان مفروشا بحصباء، ووضعوا فوق تحت الحصباء مفروشا بالرمل، ثم وضعوا فوق الرمل الحصباء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد بنعله، وكان الصحابة أيضا يصلون في المسجد بنعالهم. وذات مرة وهو يصلي صلى الله عليه وسلم خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فقال لهم: ما لكم قد خلعتم نعالكم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعالك فخلعنا يا رسول الله. فقال: إنما أخبرني جبريل أن فيهما أذى. وبعد ذلك كان الصحابة إذا دخلوا المسجد النبوي الشريف تفقدوا نعالهم حتى لا يكون فيه أذى، ثم يدخلون فيصلون. وهذه السنة مفقودة اليوم، كثير من الناس لا يصلي بنعاله. مكث النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنعله فترة زمنية طويلة، لأن المسجد النبوي لم يكن مفروشا يا إخواني، وإنما كان مفروش بالحصى. وأنتم تلاحظون في ليلة القدر، ليلة التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم على طين وماء، وكانت هذه علامة من علامات ليلة القدر، ولا يدل على أن المسجد النبوي لم يكن مفروشا لا بسجاد ولا بغيره، وإنما كان مفروشا بتراب وحصباء. هكذا كانوا يعفرون وجوههم من أجل ربهم تبارك وتعالى، ويخرون ويسجدون في مثل هذه الأتربة وفي مثل هذه الحصباء. هذا هو منتهى التواضع. اليوم نحن نصلي في سجاد فاخر، لا بأس، يجوز ذلك، لكن أن نترك السنة النبوية الشريفة ونترك الصلاة بالنعلين مدة طويلة، هذا فقدان لهذه السنة النبوية الشريفة. نعود إلى حديثنا. هذا المسجد النبوي بقي على حاله حتى كان في السنة 7 من الهجرة النبوية، فضاق بالصحابة، أصبح المسجد ضيقا عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث الصحابة
على أنهم من يشتري قطعة الأرض التي هي من الجهة الشرقية للمسجد، لأن الجهة الغربية فيها حجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الجهة الغربية، أما الجهة الشرقية فهي فيها أرض فضاء. فاشتراها عثمان بن عفان، هذا الصحابي الجليل القوي التاجر المنفق، رجل من رجال الأعمال الذي كان ينفق ماله في سبيل الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ما ضر عثمان بعد هذا، قال: ما ضر عثمان بعد هذا. وفي مرة من المرات طاف عثمان بن عفان على بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم شيئا من الطعام، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على بيته فقال: ممن هذا؟ فقالوا: من عثمان بن عفان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تنساها لعثمان، اللهم لا تنساها لعثمان. عثمان بن عفان، وما أدراكم ما عثمان بن عفان، أحد المبشرين بالجنة. هذا الرجل السباق للخير، وأنفق في سبيل الله الكثير وما نقص من ماله شيء، ما نقصت صدقة من مال. يا رجال الأعمال، أيها من يبخل بماله في سبيل الله، هذا قدوتكم عثمان بن عفان، ينفق ماله ليلا ونهارا في سبيل الله، ومات ثريا غنيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما نقصت صدقة من مال. فاشتراها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوسعة المسجد، فوسع من الجهة الشرقية فحسب، حسب علمي. ما جاءت التوسعة الثانية، ما جاءت التوسعة الثالثة، وما جاءت التوسعة الرابعة كما سنبينه. الرجاء من الإخوة في الكنترول إعطانا بعض الصور للمسجد النبوي الشريف، ثم سنتجه إلى الخارطة ونشرح المسجد النبوي الشريف عبر كذا بهذا الشكل التقريبي. ننتقل إلى الصورة التي بعدها. هذا مقطع يبين كيف سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب الذي كان من الجهة الجنوبية كما أخبرتكم، ثم فتح بابا من الجهة الشمالية، ونقل صفين مع سقفهما إلى الجهة الشمالية، وترك سقفا واحدا لأهل الصفة وقد حدثتكم عنهم. وهكذا أصبح المسجد النبوي الشريف
مكانا للتعليم والتوجيه والاجتماع والإفتاء كما أخبرتكم في ذلك. ننتقل الآن إلى الخارطة لنشاهد المسجد النبوي الشريف عبر العصور. المسجد النبوي الشريف عبر العصور. هذا اللون الأحمر الكرمزي هو المسجد النبوي الشريف عند تأسيسه، مساحة المسجد النبوي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عند تأسيسه. وهذه التوسعة البيضاء كما تلاحظون هي على عهده صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ جزءا من حجراته صلى الله عليه وسلم وألغى الأفنية، فأصبح البيت بلا فناء، لأن كانت البيوت حجرات النبي عليه الصلاة والسلام حجرة وفناء، حجرة وفناء. ألغى الأفنية صلى الله عليه وسلم كما تلاحظونها هنا، ثم وسعه من الجهة الشمالية ومن الجهة الشرقية. وبعدها جاء عمر بن الخطاب الخليفة الراشد ووسعه من الجهات الثلاثة ولم يتطرق إلى الحجرات، تركها كما هي. ثم جاء توسعة عثمان بن عفان ووسع أيضا من جهاته الثلاثة كما وسع عمر بن الخطاب، ولم يتطرق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الجهة الشرقية التي فيها حجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبقي هكذا المسجد النبوي الشريف حتى كان على خليفة الوليد بن عبد الملك من الدولة الأموية، فوسعه من جهاته الثلاثة توسعة كبيرة ضخمة بعد أن كثر المال في الأمة الإسلامية وكثر جيشها وقويت، فهدم بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار شديد من العلماء عليه، إلا أنه لم يأبه بكلامهم، فأدخل القبر الشريف إلى المسجد النبوي. كان هذا من فعل هذا الخليفة الوليد بن عبد الملك، وقد أخطأ خطأ كبيرا حيث أدخل القبر مع شدة نهي النبي عليه الصلاة والسلام إدخال القبور في المساجد، لا يجوز إدخال القبور في المساجد، وأصبح هذا الموضوع فتنة كبيرة. ولكن لعل الله عز وجل قدر ذلك لحماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعبد من دون الله، ولأن هو القبر الوحيد المعروف من قبور الأنبياء. كل الأنبياء قبورهم غير مؤكدة إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم توارثه جيل عن جيل، فمكانه معروف وقبره معروف عليه الصلاة وأتم التسليم. طبعا القبور الثلاثة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبو بكر وعمر، هذه القبور كانت في حجرة ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت مساحة المسجد الحجرة النبوية 8 أذرع شمالا، 8 أذرع شرقا وغربا، 8 أذرع شرقا وغربا، و6 أذرع شمالا وجنوبا، أو العكس، شمالا وجنوبا 8 أذرع، وشرقا وغربا 16 ذراعا. يعني المنزل كله كان لا يتجاوز 8 أمتار في 4، وهذا مع الفناء. فلما ألغي الفناء وأصبحت الحجرة بمفردها، أصبح البيت تقريبا 5 أمتار في 4، هذه الحجرة، وهي حجرة لا بأس بها، فيها شيء من السعة. وما ورد عن عائشة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد غمزها فضمت قدميها، ثم إذا سجد فإذا رفع مدت قدماها. هذا كان لوجود متاع في البيت وليس لأن الحجرة ضيقة. إلى أن في النهاية أيضا
بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المرسلين وحبيب رب العالمين، كان هذا بيته عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول في هذا البيت، سنشرحه إن شاء الله مستقبلا، يقول: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك قصورا، أو نعم ويجعل لك قصورا. فكانت هذه القبور، إذا أنت دخلت في حجرة عائشة تجد القبور من الجهة اليمين، ومن الجهة اليسار في مساحة. هذه المساحة هي كانت المساحة التي تعيش فيها عائشة حتى توفيت ودفنت في البقيع في سنة 57 من الهجرة النبوية الشريفة. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تكن تصلي باتجاه القبور، وإنما كانت تصلي باتجاه القبلة، وكانت القبور على يمينها وهي تصلي، والقبلة في وجهها. وكانت تريد مكان عمر بن الخطاب خاصا بها حتى تدفن بجوار زوجها وأبيها، لكن لما استأذنها عمر بن الخطاب آثرته بذلك. ويمكن أن يقول قائل: إذا كان ثمة في المكان مكان، لماذا لم توصي عائشة أن تدفن في هذا المكان، وباعتبار أن هذا منزلها وقد ورثته عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري، هذا يحتاج إلى بحث حقيقة دقيق، لكن الحجرة كانت واسعة ولم توقد. أخبرني أحد الضباط الذين دخلوا بإذن من الملك فهد رحمه الله، حدثني هو عن نفسه وقال لي أني انتدبت للدخول مع الرئيس جعفر النميري سنة أظن 89 أو 88، انتدبت فدخلت الحجرة النبوية. قال: الحجرة النبوية في الحقيقة فيها شيء من الاتساع، وكانت القبور كما وصفت لكم على جهة اليمين، وكان فيها شراع أخضر قد غطى القبور الثلاثة. وأراد الرئيس جعفر النميري أن يفتح هذا الشراع، فنهاه الرجل المسؤول عن شؤون الحرمين الشريفين، وسلم الرئيس جعفر النميري وتشرف بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الضابط الآن برتبة عالية، يقول: كنت في ذلك ملازم عندي نجمة أو نجمتين. هكذا لمن دخل الحجرة النبوية يجد أن الحجرة النبوية الشريفة فيها القبور الثلاثة. الوليد بن عبد الملك هذا أخطأ فهدم جميع الحجرات التي كانت في تواضع شديد وكانت تذكر بالله عز وجل، هدمها، ثم جعل للحجرة النبوية الشريفة بشكل مثلث بحيث لا تكون قبلة للآخرين، ثم بعد ذلك أكمل توسعته كما تشاهدون في هذا اللون الأصفر. استمرت التوسعة، جاء بعده الخليفة محمد المهدي العباسي ليكون للدولة العباسية أيضا نصيب من التوسعة النبوية الشريفة، ثم جاء السلطان عبد المجيد العثماني ووسع أيضا من الجهة الجنوبية كذلك، عفوا من الجهة الشمالية، لأن الجهة الجنوبية هي جهة القبلة، الجهة الجنوبية. بقي محراب عثمان بن عفان إلى يومنا هذا إخواني، هذا محراب عثمان بن عفان لم يتطرق إليه الحكام بعد ذلك. ثم التوسعة الأولى السعودية في عهد الملك عبد العزيز يرحمه الله، ثم التوسعة السعودية الثانية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أيضا يرحمه الله. وهذه التوسعة التي لم يشهد التاريخ حتى اليوم بمثلها. وهل ستكون هناك توسعة أكبر من هذا؟ العلم عند الله. ولكن هذه المساحة الكبيرة يا إخواني قد غطت على المدينة المنورة ومنازلها على عهده صلى الله عليه وآله وسلم، استوفت هذه المساحة. يعني أنت اليوم حينما تأتي وتصلي في المسجد النبوي الشريف أنت قد أتيت على المدينة المنورة على عهده صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا المسجد الضخم الذي هو الآن بمنارات 8 يعتبر هو قصر أحمد الذي جاء على لفظ الدجال الأعور حينما يأتي إلى المدينة المنورة فيقول هذا قصر أحمد، كما في مسند الإمام أحمد قال هذا قصر أحمد، ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ الذي هو قصر أحمد أو القصر الأبيض، أعتقد في بعض الروايات ينطبق على هذا المبنى العظيم، وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. مشاهدي الأكارم، هكذا بني المسجد النبوي الشريف، وقد بناه الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان معهم يحمل التراب ويبني ويشارك معهم، وهم أيضا يبنون حتى كان هذا المسجد العظيم الكبير الضخم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا أن يكون لنا سهم أيضا في بنائه من خلال هذا الشرح ومن خلال هذا التوضيح للناس، حتى لا يحرمنا الله عز وجل الأجر. مشاهدي الأكارم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجمعنا بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يوردنا حوضه ويرزقنا جواره صلى الله عليه وآله وسلم. حرمنا اللقاء به في الدنيا والقتال معه في سبيل الله، ونسأل الله تعالى أن لا يحرمنا أجره وأجر الدفاع عنه ومتابعته صلى الله عليه وسلم. الهيئة العالمية لنصرة أنصار النبي صلى الله عليه وسلم أو لأنصار النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عبارة جميلة: إن فاتنا شرف الصحبة فلا يفوتنا شرف النصرة. السلام عليكم.